الآن مشاهدينا إلى قضية اليوم. جولة سادسة وحاسمة تنتظر عدد من الأندية العربية السعية لحيازة بطاقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة الأغلى أفريقيا دوري الأبطال. قراءة في الموضوع ضمن التقرير التالي. آخر جولة في الشامبيونز ليغ الإفريقي ستعرف صراعا كبيرا على ورقة العبور إلى دور الثمانية. البداية من السودان وفريق المريخ الذي أصبح مطالبا بتحقيق نتيجة الفوز أمام النجم الساحلي التونسي ضمن المجموعة الأولى، حيث أنه سيطمح للفوز بهذه المباراة دون التفكير في الحوار الآخر من المجموعة ذاتها. في المجموعة الثانية الصراع سيكون على أشده، حيث يمتلك اتحاد الجزائر حظوظا وفيرة للغاية لبلوغ دور الثمانية، ويكفيه التعادل فقط لضمان التأهل دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى من المجموعة. بينما تعرف هذه المجموعة مباراة عربية خالصة بين الزمالك وأهلي طرابلس، حيث يطمح الفريق الليبي للحصول على نقطة التعادل للاستمرار في البطولة، في حين بات الزمالك مطالبا بالفوز وانتظار تعثر كابس يونايتد أمام اتحاد الجزائر لبلوغ الدور المقبل. فرق عربية أخرى في بحث عن بطاقة العبور إلى الدور الموالي، والكلام هنا يقودنا إلى المجموعة الرابعة، حيث يأمل الأهلي المصري والوداد البيضاوي خطف بطاقة العبور حينما يستضيفان كوتون سبور الكاميروني وزاناكو الزامبي على التوالي. الفريق المغربي سيحاول الاستفادة من جماهيره لمواصلة صحوته واجتياز عقبة زاناكو الذي يكفيه التعادل فقط للعبور، فيما أصبح لزاما على الأهلي المصري تحقيق الفوز لانتزاع المركز الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية. مشاهدينا نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو محمد جزار، صحفي في جريدة الوطن القطرية. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بك يوسف. نبدأ بالمجموعة الأولى، كان فيها النجم الساحلي التونسي تأهل إلى الدور ربع النهائي. هناك أيضا الآن المريخ أمام إمكانية التأهل بما أنه فاز في الجولة الخامسة على الهلال في ديربي سوداني خالص. هناك أيضا بالوسط فريق فيروفياريو، وبالتالي الآن المباراة المريخ مع النجم في تونس ومباراة فيروفياريو وفريق الهلال. ما هي حسابات هذه المجموعة للتأهل خصوصا لفريق المريخ؟ بما أن الهلال ودع البطولة. نعم، الهلال ودع رسميا حتى لو فاز على فيروفيارو. خسر المريخ السوداني من النجم الساحلي. النجم قدر ان هو يحسم الامور تماما وتأهل للدور المقبل. تبقى البطاقة الأخيرة بين فريق المريخ وبين المفاجأة فريق فيروفيارو اللي هو أضعف فرق المجموعة. يمكن فريق فيروفيارو بيتمسك بالأمل خلال مواجهة الهلال ان هو يحقق الفوز وينتظر تعثر المريخ أمام النجم الساحلي. أعتقد ان الكرة في ملعب لاعبي المريخ ان هم لازم يقدموا مباراة كبيرة، ويمكن البعض قد يرى انها مباراه ثأريه، خصوصا ان النجم الساحلي قدر يفوز على المريخ في مباراه الذهاب في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف. لكن الحقيقه اعتقد ان المريخ من خلال المستويات الجيده اللي بيقدمها في الفتره الاخيره، فوزه في مباراه الديربي الكره السودانيه على الهلال بعد اداء راقي ورائع جدا بيأهله ان هو يتواجد ان شاء الله في المرحله المقبله، مرحله الدور ربع النهائي. عموما الهلال السوداني هيحاول ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه ويعوض جماهيره الخروج المبكر لحفظ ماء الوجه ليس إلا. الفريق يعني لحد الآن 4 تعادلات وخسارة واحدة، أيضا إقالة مدرب، 7 مدربين في ظرف 5 شهور، هذا عدد كبير. بالتالي المريخ لربما سينتظر خدمة من جانب الهلال على الأقل في الجولة السادسة، وبالتالي يمكن التأهل إلى الدور المقبل مرافقا لفريق النجم الساحلي. هذه حسابات هذه المجموعة بالفعل على ما يبدو. طيب إلى المجموعة الثانية في حسابات أكثر تعقيدا في الواقع. يعني اتحاد الجزائر هو الأقرب، وكذلك مع أهلي طرابلس الليبي 8 نقاط لكل منهما، ولكن أيضا وجود الزمالك، والزمالك مصيره بين يديه ولكن ليس 100%. حسابات هذه المجموعة خصوصا مع وجود فريق بإمكانه أن تجمع منه النقاط مثل نادي سنترال أفريكان. نعم، اللي هو كابس يونايتد. كابس يونايتد
هو الامل الوحيد للزمالك ان هو يتاهل، لان فوز الزمالك على اهلي طرابلس لن يكون هو كفيلا ان يؤهله للمرحله المقبله، لان لازم كابس يونايتد يخسر من اتحاد العاصمه. واعتقد ان اتحاد العاصمه، وشفنا من خلال المستويات اللي لاحظناها في المباريات الاخيره، الحقيقه ان الفريق على مستوى عالي جدا. اعتقد انها مباراه سهله بالنسبه لاتحاد العاصمه، مباراه على ارضي. نعم، لكن المشكله من وجهه نظري بالنسبه لطرفي المباراه الثانيه، الاهلي طرابلس وفريق الزمالك. يمكن كل الجماهير المصريه بتتمنى وبتامل ان الزمالك يحقق الفوز، لكن هذا الامر ليس بالامر السهل، خصوصا ان فريق اهلي طرابلس كل المتابع ليه منذ بدايه البطوله بقياده مدربه المصري طارق العشري بيضم لاعبين على اعلى مستوى، فريق قوي هجوميا، قوي دفاعيا ايضا. ويمكن حتى في المباراه الاخيره امام اتحاد العاصمه واجه اتحاد العاصمه المتصدر صعوبات كبيره ان هو يخرج بالتعادل امام فريق اهلي طرابلس. يمكن حتى اهلي طرابلس ضيع ركله جزاء في اللحظات الاخيره تصدى لها زيماموش. والنقطه المهمه ايضا ان فريق كابس يونايتد اللي فاز على الزمالك بالثلاثه نجح اهلي طرابلس ان هو يفوز عليه بالثمانيه، فبالتالي على المدرب إناسيو وايضا فريق الزمالك المصري الا يتهاون على الاطلاق اذا اراد التاهل امام فريق اهلي طرابلس، لان اعتقد ان اهلي طرابلس قادر انه ليس فقط يخرج بنقطه التعادل التي تؤهله، ولكن قادر على تحقيق الفوز على الزمالك في قلب الاسكندريه على ملعب برج العرب، لانه فريق جيد جدا. فبالتالي الكره في ملعب لعيبه الزمالك، لان اعتقد ان الامر سهل بالنسبه للمباراه الثانيه ان اتحاد العاصمه يحقق الفوز على فريق كابس يونايتد، خصوصا انه الزمالك لا ادري من سوء حظه من حسن حظه انه واجه على الاقل في اخر سنتين انديه من نفس المنطقه من الشمال الافريقي، وبالتالي الان يبدو انه عنده شيئا ما صعوبه في اللعب مع هذه الانديه، والان سيلعب في جوله حاسمه مع نادي ايضا من نفس المنطقه. هو بعيدا عن الحسابات شمال افريقيا او جنوب افريقيا، المساله بالنسبه للزمالك هي الزمالك نفسه، لان الزمالك الحقيقه هذا الموسم بعيد تماما عن الزمالك قبل موسمين اللي قدر ان هو يفوز بلقب الدوري ويصل الى نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، والبطوله التي قبلها يمكن الزمالك عمل عروض كويسه جدا مع المدرب فيريرا، لكن تبقى المشكله الازليه بالنسبه للزمالك هي عدم وجود استقرار، سواء على صعيد اللاعبين سواء مواطنين او محترفين، وايضا على صعيد المدربين. الزمالك لا يعيش له مدرب او يستمر لمده موسم او موسمين. يمكن كان في تفاؤل بان المدرب فيريرا يستمر لفتره اطول، لكن للاسف لم يحدث ذلك ورحل فيريرا، واعتقد ان الزمالك ندم كثيرا على هذا الامر. فبالتالي مشكله الزمالك هي في الزمالك نفسه، يمكن في انعدام واضح في الروح، في غياب للتنظيم سواء دفاعيا او هجوميا. الفريق شفناه بشكل مهلهل جدا سواء في مباراه اتحاد العاصمه او في المباراه الاخيره امام كابس يونايتد، رغم ان الزمالك كان بمقدوره ان يتجنب الهزيمه امام فريق كابس يونايتد اللي من وجهه نظر الشخصيه يوسف اضعف فرق هذه المجموعه الثانيه. طيب، في المجموعه الثالثه الترجي لنذكر انه تاهل عن هذه المجموعه، بالتالي ناديان تونسيان نجم الساحلي والترجي. الفريق المصري الاخر الاهلي متواجد في واقع في مجموعه كان في وضعيه صعبه. في المباراه الاخيره في الجوله الماضيه كان بامكانه تحقيق الفوز على فريق زاناكو، لكنه لم يفعل. زاناكو الان في صداره المجموعه ب 11 نقطه. الوداد البيضاوي المغربي كذلك عنده حظوظ التاهل، يجب ان يفوز على ارضه ان اراد التاهل على فريق زاناكو متصدر المجموعه، والاهلي الفوز كذلك على فريق كوتون سبور. الصراع ايضا سيكون على صداره المجموعه لانه مهم جدا، سيجنب الفائز والمتصدر المجموعه مواجهه فريق الترجي على الاقل في المرحله المقبله. ما هي حسابات التاهل في هذه المرحله؟ يبدو ان الفوز هو كلمه السر، لا بالنسبه للاهلي عفوا او الوداد البيضاوي المغربي. نعم، اذا كنا نمني النفس ب5 بطاقات عربيه ان شاء الله في الجوله الاخيره، بالنظر الى المجموعه الرابعه بتاهل ان شاء الله الوداد البيضاوي المغربي وايضا فريق الاهلي المصري. يمكن وضع المجموعه الرابعه مختلف شويه عن المجموعه الثالثه، ان الوداد البيضاوي والاهلي فوزهم هم الاثنين بيتاهلوا مباشره. يعني نعم، فالاهلي المصري فوزوا على القطن، واعتقد ان ده ان شاء الله امر محسوم، لان القطن الكاميروني هو حصاله المجموعه الرابعه. الفريق الذي يخسر على ارضه وخارجها خسر جميع مبارياته ال5 وليس هو بالفريق القوي، ويكفي ان فريق الوداد البيضاوي استطاع ان يفوز عليه على ارضه وسط جمهوره بهدفين في غياب 3 محترفين من الركائز الاساسيه صحيح. في صفوف الوداد. فبالتالي الاهلي المصري ب20,000 متفرج بعد نجاح الاداره في اقناع الجهات الامنيه زياده عدد الجمهور، ايضا ان الفريق بيلعب على ارضه وسط جمهوره مع استعاده احمد حجازي، مع وجود القوه الضاربه للفريق باستثناء احمد حمودي اللي تعرض للاصابه في مباراه زاناكو. والحقيقه لو وقفنا عند مباراه زاناكو يوسف الاخيره، يمكن
يمكن الاهلي دفع ثمن غياب المهاجم الهداف. يمكن الجماهير الاهلي بتطلب ان وجود عماد متعب كراس حربه صريح في ظل طبعا عدم وجود راس حربه صريح لعدم جاهزيه او عدم تقديم اللاعب جونيور اجاييه المستوى المأمول، ورحيل طبعا او هروب اللاعب كوليبالي بشكل مفاجئ جدا، الازمه الاخيره الكل يعرف عنها، وايضا عدم تقديم عمرو جمال المهاجم الثاني في الاهلي المستوى المنتظر. يمكن دايما بنقول ان الاهلي عنده العناصر اللي هم القادمين من الخلف، سواء عبد الله السعيد سواء وليد سليمان، من اللعيبه اللي بيقدروا يحسموا المباراه. ايضا قد يكون لصالح جمعه ان شاء الله وجود مهم جدا او دور في المباراه الاخيره في ظل تالقه الواضح في الدوري المصري، ويمكن تسجيله هدف التعادل في مباراه المصري. كابتن عد معايا في المجموعه الاولى بالامكان النجم الساحلي تأهل، بالامكان يكون المريخ، نتمنى ان شاء الله اذا فريقين عربيين. الثانيه ليكن اتحاد الجزائر، الاهلي طرابلس او الزمالك، فريقين عربيين كم 4. نعم. المجموعه الثالثه الترجي تأهل، بالتالي الان 5، وعندنا لربما فريقين اخرين، يعني كم 7 كده. نعم بالفعل كده تأهلت النجم الساحلي والترجي، وان شاء الله المريخ مع النجم، وايضا اتحاد الجزائر سواء اهلي طرابلس او والزمالك، وايضا فريق الاهلي المصري مع الوداد البيضاوي المغربي. فان شاء الله نشوف 7 فرق عربيه في المرحله المقبله ان شاء الله. معدل سيكون مميز ان شاء الله. شكرا جزيلا لك كابتن محمد الجزار صحفي جريدة الوطن. 6 مش 7. 6 عرب لان طيب. احنا كده حسبنا الاهلي والزمالك. انت في الحساب الزمالك في الحساب واهلي طرابلس افضل مني. 6 فرق عربيه ان شاء الله بتتاهل. طيب. شكرا جزيلا لك كابتن. شكرا. الله يخليك، شكرا جزيلا.